السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم وضمن تحضيرات العيد غادي نشارك معكم وكيف ما طلبتوا تشكيلة حلويات اقتصادية بكمية وفيرة، أكثر من 150 حبة في 4 أشكال مختلفة وبنكهات مختلفة، كل وحدة والنكهة ديالتها وكل وحدة وتنسيكم في الأخرى بقوام اللي كيف كتبغيو، هشيشة مرملة كتذوب في اليد قبل الفم. نتمنى فعلا انها تنال الاعجاب ديالكم. كذلك غادي نشارك معكم طريقه الاحتفاظ بهم باش يبقاو لكم هكايا محافظين على القوام ديالهم. فكيف ديما ما تنساوش ليا اللايك والبارطاج وشي تعليق هكا زوين للتشجيع، وما نطولش عليكم ويلا ندوزو الان مباشره للمقادير وكذلك كيفيه التحضير. وعلى بركة الله غادي نبداو بالمكونات والطريقه في نفس الوقت. فكمكونات انا غادي نحتاج هنا ربعه ولا 250 غرام ديال زبده مارغرين، ممكن تعوضوها بزبده العلب اولا زبده حيوانيه بشرط ديروا نصف الكميه ديال الزيت. غادي نضيف عليها قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفانيلا كنكهه مبدئيا. غادي نضيف هنايا كاسان ديال السكر، وغادي نضيف كاس ونصف ديال الزيت النباتيه، هنا بطبيعه الحال العبار بقياس ديال العنبه. صافي غادي نخدم هاد المكونات مزيان كيف العاده. غادي نحاول ما امكن انني نمعس مزيان هذيك الزبده بالكف ديال ايدي حتى غادي نتحصل على يعني خليط على شكل ديال بوماد خالي من التكتلات والقطع ديال الزبده بهذا الشكل هذا. مباشره غادي نضيف عليهم هنايا 3 الحبات ديال البيض. دائما البيض في الحلويات والكيكات كيف كنقول لكم حجم كبير وبدرجه حراره الغرفه. وكيف العاده نخلط مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا العناصر كاملين. ومن بعد غادي نضيف هنايا الاضافه اللي يعني كتعطي واحد القوام اللي هو زوين لهاد الحلوه هذه، هي علبه ديال الياغورت. انا درتها هنا بنكهه الفانيلا، ممكن ديروها ياغورت طبيعي. وزن العلبه 110 غرام. كنخلطها كذلك حتى كتنسجم. وهنا غادي نبدا باضافه الدقيق. الدقيق كيف العاده ضروري نوعيه جيده خاصه بالحلويات باش تاخذوا العبار يعني مضبوط. غادي نضيف هنا 2 اكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس فيه 8 غرام بالمجموع 16 غرام. وكنحاول انني نبقى نخلط هكا الدقيق مع هاد المكونات هادو كاملين. كنضيف دائما الدقيق بشويه بشويه، ما نضيفش الدقيق دفعه واحده. واخا يكون عندكم العبار مضبوط بطبيعه الحال كتدخلوا غير كميه بكميه باش كتنسجم لكم في الخليط وتحصلوا على عجين اللي غادي يكون منسجم. فانا غادي نبقى في الاول ندخل هكا الدقيق، ومن بعد ملي تبقى توقف ليا هكا العجينه وتلم ليا شي شويه فكنبقى غير كنلمها باطراف الاصابع فقط حتى كتلم ليا العجينه. لكن ما تكونش يعني تكون هكا صافي وقفات. تخليوها هكا شي شويه طريه اولا شي شويه هكا رطيبه، يعني ما تدخلوش فيها الكميه ديال الدقيق كامله باش من بعد نضيفوا لها النكهات، يعني تعطينا فرصه انها ما تنشفش لينا اولا تيدم لينا. قسمت العجين ديالي هنايا ل4 ديال الكرات. هنا تقريبا كل كره كان فيها نص كيلو ولا 500 غرام. النكهه الاولى ضفت لها نصف ملعقه صغيره ديال نكهه البرتقال اللي ممكن تعوضوها بقشور البرتقال. وخديت هنا تقريبا ملعقتان كبار ديال الدقيق، وحاولت انني ندخلهم هكا في العجين حتى غادي نتحصل على عجينه اللي كيف العاده عجينه غادي تكون رطبه ما قاصحاش وما تلتصقش في اليدين. هادشي علاش كيف قلت لكم حاولوا ان الكميه ديال الدقيق ما تضيفوهاش كامله باش كل مره ضفتوا نكهه تحكموا نتوما في القوام ديال العجين ديالكم. بالنسبه للنكهه الثانيه فخديت هنا 2 معالق كبار ديال الكوك اللي هو جوز الهند عندي محمر، دخلته مزيان هكا في العجين. ومن بعد كذلك ضفت ملعقتان كبار ديال الدقيق او اقل على حسب كيف قلت لكم كل نكهه وشنو غادي تحتاج لكم ديال الدقيق. هنايا بالنسبه للنكهه الثالثه فضفت ليها هنا ملعقتان كبار تقريبا ديال الكاوكاو اللي عندي محمر ومطحون، وتقريبا ملعقتان كذلك كبار ديال الزنجلان اللي عندي محمر. صافي من بعد ما دخلتهم هكا في وسط العجين خديت كذلك هنا غير كميه ديال الدقيق. هنا ما احتاجيتش دقيق بزاف لاني درت هنايا هاد المكسرات فكيدموا لي العجين، فما نحتاج انني نضيف كميه اكثر ديال الدقيق. وبالنسبه عفوا النكهه الرابعه والاخيره ضفت ليها هنايا الفلون كراميل. بالنسبه لهاد الفلون كراميل فانايا يعني حاولت انني نبلل اليدين ديالي غير قطرات قطرات فقط ديال الماء. حاولت انني شي شويه ندوب هذوك الحبيبات اللي كاينين في الفلون كراميل باش كيعطيوني اللون والنكهه مزيان. صافي هنا وغادي نضيف الدقيق. هنا بالنسبه لهاد النكهه فضفت ليها تقريبا ملعقتان كبار باش وقفات لي هكا العجين وتحصلت على عجينه اللي هي رطبه ما قاصحه ما خفيفه. هادو هما النكهات ديالي بربعه كيف شفتوا. عندي نكهه البرتقال، جوز الهند، الكراميل، وعندي الخليط اللي فيه الكاوكاو والزنجلان كيجي بحال القوام ديال الغريبه تماما. وننصحكم انكم تزيدوا واحد الملعقه ديال الزهر غادي تعطيكم نكهه اللي هي زوينه.
بالنسبه للتشكيل غادي نبداو باول شكل اللي عندي هنا بنكهه البرتقال. غادي نديرو هكا على شكل الحليوه اللي هكا تكون مكوره. غادي ناخذها وندير لها واحد الثقب هكا في الوسط غير صغير من الفوق. هذا الشكل هذا غيجي بحال النكهه او القوام ديال ريشبوند، الحلوى ديال ريشبوند. فكنحاولوا اننا نشكلوها. هنا الكويرات راه كنديرهم غير صغار لان العجين عندي فيه 2 اكياس ديال الخميره و3 ديال البيضات. فحاولوا انكم تصغروا الحلوه ديالكم باش ما تنفخش لكم بزاف ويجيكم الحجم ديالها اكثر من القياس. شكلت الكميه كامله وعطاتني هنا كيف شفتوا معايا 36 حبه بالعبار. ندوز هنا للشكل الثاني اللي درنا فيه الكاوكاو والزنجله اللي ممكن تعوضوا بطبيعه الحال اللوز ولا اي نوع ديال المكسرات توفر عندكم. كذلك كنشكل هنا كرات. بالنسبه هنا الوزن ديال الكره راه ما كيفوتش 12 13 غرام كيف قلت لكم لان العجين راه عندنا فيه الخميره والبيض. وكنرشبوا بهذا الرشمه ديال المروحه ولا اي رشمه عندكم ديال الغريبه صافي. وغادي ندخلهم للفران. الفران كيف العاده مسخن من قبل، نار مهيله. بالنسبه للفرن الكهربائي ما بين 170 و 180 درجه غير من الاسفل حتى كيطيبوا ويتحمروا. عاد كنحمروهم من الوجه ديالهم. ندوزو الان للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث اللي عندنا فيه الكوك فانا غادي نديرو هنا بهذا الطابع ديال الشهده. كناخذ كذلك الكره ديال العجين اللي الوزن ديالها كيكون ما بين 12 و 13 غرام. نعاود ناكد ما تكبروش الحجم ديال الحلوه ديالكم. كندوز ليها الوجه ديالها هكا في شويه ديال الكوك صافي. وكنطبعها مزيان هكا. كنضغط عليها بالطابع ديال الشهده باش يبقى ليا مرشوم من بعد. فانا غادي ناخذ الحبيبات ديال العجين كذلك غادي نحاول انني نشكلهم كاملين وندوز ليهم الوجه ديالهم في الكوك اولا جوز الهند. نوضعهم في واحد اللاطه. انا عندي مفرشه ورق الطهي ممكن دهنوها غير بشويه ديال الزيت ترشوها بالدقيق صافي. ومن بعد غادي ندوز على الحلوه ديالي كامله اولا اللاطه ديالي كامله. كنطبعها هكا مزيان وكيف العاده الطياب ديالها في الفرن اللي مسخن نار مهيله غير من الاسفل 170 حتى ل 180 درجه حتى كتحمروا الذهب من الاسفل. عاد كنطيبوها من الفوق. هنا كيف كتلاحظوا معايا هذا الشكل هذا فتحصلت منه بالضبط على 35 حبه. بالنسبه للشكل الرابع والاخير اللي عندي هنا بنكهه الكراميل فكنحاول كذلك هنا غادي نشكل كره اللي الوزن ديالها ما كيفوتش 12 غرام. هنا كذلك يعني ما تكبروش الحبه ديال الحلوى ديالكم. كنشكلها وكنطبعها بهذا الطابع هذا. هنا بالنسبه للطوابع والمراشم اي نوع ديال الطوابع والمراشم توفر عندكم خدموا به. ممكن تخدموا غير بملعقه الظهر ديال السكين ترشموها ديروا حفره غير بالاصبع ديالكم. يعني ماشي ضروري انهم يتوفروا عندكم. هاد المراشم هادو كاملين اللي توفر عندكم خدموا به. فانا غادي نستمر كذلك بهذا الشكل هذا. كنشكل كرات من بعد كنضغط عليهم بالمرشم اللي ضروري تدوزوه في الدقيق باش ما يلصقش لكم في العجين. وهذا الشكل هذا راه تحصلت منه كيف كتشوفوا معايا على 42 حبه. كيف العاده الطياب على نار مهيله من الاسفل حتى كيطيبوا ويتحمروا من بعد من الوجه ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. الشكل ديال الغريبه، الشكل هذا ديال الصابلي، الشكل ديال الشهده بجوز الهند، وهذا الشكل هذا اللي عنده حفره اللي هذا اعتيادي. هنا للاشاره فقط. فالحلوه من بعد ما كتدخل الفرن كيف قلت لكم لانها كتنتفخ فحاولوا هذيك الحفره هكا تعاودوا تضغطوا عليها بالاصبع ديالكم. وهذه فانا عاود ضغطت عليها بهذه القاعده ديال الجراره باش كتبقى محافظه ليا على ديك الحفره اللي غادي نديروا فيها ان شاء الله من بعد التزيين. هنا بالنسبه للفينيسيون غادي نبداو بالحلوى الاسهل اللي هي هذه الحلوه هذه اللي كيف قلت لكم على شكل ديال الغريبه. كتجي زوينه. كندوزها هنا في شويه ديال السكر كلاصي. ونعاود ناكد هذه الحلوه هذه حاولوا انكم تضيفوا لها واحد المعلقه ديال ماء الزهر صراحه تعطيها واحد النكهه اللي هي احسن. جات هشيشه بنينه. المذاق ديالها تقريبا بحال الحلوه ديال الخليط. زيدوا لها شويه ديال ماء الزهر وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو هذا فهذيك الحفيره انا غادي نحاول نعمرها هنا غير بشويه ديال الشوكولاته السوداء اولا الشوكولاته بيضاء اولا كراميل. انا حاولت انني ما نطول يعني ما نكثرش عليكم باش نخليها اقتصاديه ما امكن. درت لها غير شويه ديال الشوكولا. بالنسبه كذلك للشكل ديال الشهده ممكن تخليوه غير بهذا الشكل هذا. انا هنا غادي نضيف ليه شويه ديال الشوكولاته البيضاء هذه يعني كجماليه. ودائما التزيين كيبقى اختياري. وحاولت كيف قلت لكم اني ما نكثرش عليكم في التزيين باش تبقى شي حاجه اللي هي بسيطه ويقدر اي واحد يصاوبها ويزعم عليها. فكنحاول هنايا من بعد ما كنغطسها كندير لها شويه الوريقات ديال الورد صافي وكنخليهم. بالنسبه للشكل الاخير فخدت هنايا نص قرعه صغيره ديال الكونفيتور السائل تقريبا كاس ديال العنبه. غادي نضيف ليه هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال ماء الزهر. يعني غادي نخفف هذا الكونفيتور بشويه ديال ماء الزهر ونديرو فوق النار هكا حتى يسخن باش يتطلق ليا صافي. وغادي ناخذ الحليوه ديالي غادي نغطسها هنايا في الكونفيتور اولا المربى اللي كيف قلت لكم دفيتو شويه باش غادي تطلق. وغادي نوضعوه هنا في الكوك اولا جوز الهند زين اللي هو كيف كتعرفوا العادي والاعتيادي للحلوى ديال ريشبوند. هنايا تقريبا الحلوى ديال ريشبوند. فغادي ندوزهم كاملين هكا في المربى. من بعد غادي ندوزهم كاملين اولا نمرمدهم
في الكوك اولا جوز الهند صافي، وغادي نحطهم جانبا حتى نرجع من بعد ونكمل لهم التزيين. صافي هنايا من بعد ما كنكملهم كاملين غادي ناخذ هنا هذا المربى ولا هذا الخليط اللي تبقى ليا، غادي نضيف ليه هنا ملعقتان كبار ديال السكر ونديرو فوق نار اللي هي مهيله حتى يذوب لينا هذاك السكر على خاطرو وكيغلي بهذا الشكل هذا اولا كيغلى بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذو صافي وغادي نعمر به الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا. هاد الطريقه اللي كنديرو ديال السكر هي اللي كتخلي هذيك المربى كيولي معلك وما يسيحش لينا باي شكل حطيتو الحلوه ديالكم، كيبقى ثابت ما يسيح ما يضيع نهائيا. هادوما الاشكال ديال الحلويات كاملين اللي صايبت معكم اليوم بنكهات اللي هي مختلفه، نكهات اللي كتجي زوينه بزاف بزاف وكتجي يعني لذيذه واقتصاديه ما امكن. حاولت ما امكن انا ندير اشكال اللي تكون زوينه لا في المذاق لا في القوام وفي نفس الوقت يعني اقتصاديه وما كتاخذش مكونات اللي هي كثيره. فهذا هو الشكل اللي حضرت معكم تقريبا ديال الريش بوند بنكهه البرتقال والمربى. فكتجي هشيشه، نتوما لاحظوا معايا غير بيد وحده كنقسم الحلوه كتجي هشيشه مرمله صدقوني وكتجي كتذوب في الفم. بالنسبه لعدد الحبات بالضبط فهما 36 حبه من هذا الشكل هذا. وكيف قلت لكم هذيك التعليكه لاحظوا معايا ما كتسيحش ما كتلصقش نهائيا وكتبقى ثابته ومعلكه. بالنسبه للشكل الثاني فهو هذا الشكل ديال الشهده اللي درت معكم بالكوك اولا جوز الهند. صدقوني ان داك الكوك فاش كتحمروه وتضيفوه للعجين كيعطي واحد النكهه اللي هي مغايره جدا جدا. وكذلك يعني القوام فما القوام يعني نفس القوام في الحلويات كاملين. وبالنسبه لعدد الحبات اللي تحصلت من هذا الشكل هذا فهو بالضبط 35 حبه. بالنسبه لهذا الشكل ديال الغريبه صراحه هذا الشكل كيجي زوين بزاف، كيجي هشيش، كيجي المذاق ديالو رائع. وكيف قلت لكم الا ضفتوا ليه واحد المعلقه ديال ماء الزهر غادي يجي اكثر من رائع. بالنسبه لعدد الحبات اللي تحصلت منه بالضبط على 42 حبه. وبالنسبه لهذا الشكل هذا اللي خدمت معكم عفوا الشكل ديال الغريبه تحصلت منه على 41 حبه. وهذا الشكل هذا ديال الصابلي اللي درناه بنكهه الكراميل كذلك كيجي المذاق ديالو مغاير وكيجي بنين بزاف بزاف. وعدد الحبات فهو 42 حبه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ فكتحتفظوا بهم في علبه اللي هي محكمه الاغلاق خارج الثلاجه ما عدا الحلوى ديال ريش بوند او الحلوى اللي فيها المربى فضروري ضروري من الثلاجه باش ما يغملش لكم هذاك المربى. فإلا عجبكم الاقتراحات ديال اليوم كيف ديما ما تنسوش ليا اللايك والبارطاج للتشجيع. الا كنتم من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى فما تنسوش ليا الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات. بعدا كنكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.